وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نوصل 200 ألف مشترك في أسرع وقت. وصلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة مع واحد اسمه كومار المفتش بينزل يدي واحد حقنة ويخرج. بعدها بنشوف شخص متوفي وبيجي واحد مدرب اسمه دينا وبيحط عليه إكليل ورد، وبيخرج دينا يمشي وبنلاقي كومار بيجري في الشارع ورا متهم، وبيدخل بيت بيشوف واحدة اسمها فيسما مقتولة ومرمية على الأرض، فبيدخل عليها وبيشوف دينا هو اللي قتلها وبيمسح ايده في الحيطة. واثناء ما بيطلع كومار المسدس من جيبه بيلبسه دينا كيس في دماغه وبيجري، فبيقوم كومار يجري وراه لحد ما بيدخلوا مكان مقطوع، وبيستخبى دينا وبيطلع على كومار وبيضربه في دماغه بحديدة، فبيدوخ كومار وبيقع على الأرض وبيروح عليه دينا بماسورة وبيرميها عليه وبيضربه بالرجول وبيشده لحد ما بيروح عند سيخ حديد وبيرفعه عشان يقتله بيه. فبنلاقي كومار بيحفر في الأرض وخرج حديدة وضربه في رقبته وقتله. وبعد 3 شهور من اللي حصل بنشوف كومار في المستشفى وبيجهز حاجته هو وأبوه وأمه علشان يخرجوا، وبيرجع كومار على بيته وبيبدأ يعمل تمارين رياضية علشان ينزل شغله. وتاني يوم بيروح على الشغل وبيطلب منه رئيسه يرجع يمسك القضية تاني، وبيبلغ رئيسه انه لازم يقدم في اختبارات معينة الأول وبعد كده هينزلوه الشغل، وكمان بيعرفوا ان من بعد الحادثة لازم يروح لدكتورة نفسية. فبيقرر كومار يروح للدكتورة اللي اسمها أودري، وبيلاقيها قاعدة مع بنات بتحللهم مشاكلهم وبيخلوه ينتظرهم على ما بيخلصوا كلامهم، فبيخبط لهم على الدولاب وبيطلب منها تخلصه هو الأول عشان متأخر. فبيخرجوا وبتقعد معاه وبيحكي لها على الحادثة بتاعته، وبتقعد أودري تتكلم معاه في الطب وبتفهمه حالته، فبيضحك على كلامها وبيسألها انها درست في اي طب وبتخرج شهادتها وبتوريها له، فبيعتذر لها وبيتكلموا وبيضحكوا مع بعض لحد ما بتطلب منه يخضع للعلاج علشان هو فعلا مريض نفسي، فبيتضايق من كلامها وبيشتمها وبيسيبها وبيخرج. ولما بيخرج بيقف بعيد وبيعتذر لها على غلطه فيها وبيمشي. بعدها بيروح على القسم وبيكون العساكر بتشرب، وبيشرب معاهم بطريقة وحشية وبيطلب منه عسكري اسمه كارانا انه يشرب بهدوء علشان كده غلط عليه، وبنعرف انه متضايق من كلام الدكتورة معاه. وبنرجع لأودري وهي موجودة في مول، وبيكون هناك واحد اسمه دوران وبيتعرفوا على بعض، وبنروح لكومار وهو ماسك الشخص اللي كان بيجري وراه قبل ما يقابل دينا ويقتله، وبتبقى أودري واقفة وبتشوفه وهو بيضرب الشخص وبياخده في العربية وبيمشي. واثناء ما بيبقوا ماشيين بالعربية بيتصل عليه رئيسه وبيبلغه ان في جريمة قتل حصلت، فبيروح على مكان الجريمة وبتكون الشرطة موجودة هناك وبيبلغوه بتفاصيل الجريمة. فبيدخل الفيلا وهو طالع على السلم وبيشوف الدم على السور وبيفتكر يوم الحادثة بتاعته، وبيدخل غرفة القتيل بيلاحظ ان في دم على الحيطة نفس طريقة قتل فيسما، فبينصدم وبيفتكر الجريمة كاملة وأعصابه بتتعب وبيجري من المكان. فبيروح على فندق وبيدخل الحمام بيشوف دم على المراية، وقتها بتيجي أودري وبتعرفه انها كانت بتراقبه من وقت ما كان عند المول، فبيزقها وبيجري وهي بتجري وراه وبتعرفه انه محتاج مساعدتها، لكن هو بيضربها بالقلم يوقعها على الأرض وبيمشي. فبيكون كارنا موجود وبيعرض عليه يروح بيته يرتاح فيه، فبيوافق كومار وبيروح على بيته وبيلاقي مراته وبناته موجودين، فبيكونوا مجهزين حاجتهم وماشيين من البيت. وأول ما بيمشوا بيدخل كومار غرفة البنات ينام فيها، وبيخرج كارنا علشان ينام، فبيلاقي الباب بيخبط وبيفتح يلاقي أودري واقفة على الباب، وبتقرر انها تدخله. بيمسكها كارنا وبيعرفها انه نام، لكن هي بتبقى متأكدة انه منامش وبتطلب منه يفتح الباب عليه ويطمن. فبيفتح كارنا الباب عليه وبيلاقيه قاعد في جنبه وأعصابه تعبانة فعلا، وبيطلب منها انها تعتني بيه علشان هو افضل ضابط عندهم في الاسم. فبتدخل أودري على كومار وبتطلب منه تديله حقنة مهدئة، فبيطردها بره وهي بتفضل مصممة واقفة، فبيرفع ايده علشان يضربها تاني بتقوم هي اللي ضرباه بالقلم. وقتها بيقعد وبياخد المهدئ وبينام. وتاني يوم بيروح على رئيسه وبيطلب منه 15 يوم اجازة وبيحكي له على اللي حصل له، فبيوافق على اجازته وبيروح لأودري علشان تعالجه، وبيروحوا مع بعض في اماكن كتير. وبيروح كارنا يسألها على حالته وبتعرفه انه لسه بدري على ما يرجع لطبيعته. واثناء ما بتعالجه بيحكي لها على حادثة ليه وهو صغير، وبنعرف ان الكلب بتاعه رمى نفسه ببير وهو نزل ورا، فاخته عملت زيه وهي مش بتعرف تعوم لما لقيته بيغرق وبيجوا الناس يخرجوهم. وبنلاحظ انه لما بيشوف دم اعصابه بتتعب وهي بتحاول تهديه، وبيروحوا على مركب وبيشربوا وبيشيلوا العساكر وبيرموه في البحر، فبيحس انه هيغرق وبيطلب منهم يساعدوه بس هما بيخلوه يعوم.
ويروح لهم وبيرموا له حبل وبيشدوه بيه. بعدها بيروح ياخد أودري على ندوة فيها الفيلسوف رودان، وبيدخل يطلب من شخص يرجع ورا ويقعد هو وهي، لكن الشخص بيرفض يقوم وهي بتهديه وبتوافق ترجع ورا. فبيدخل رودان بالكلب بتاعه وبيتكلم في الندوة، فبيلاحظ كومار إنها بتتاوب ومش مهتمة أصلا. وأثناء ما الندوة شغالة بيقوم شخص وبيزعل لرودان وبيعرفه إنه مش بيستفاد حاجة من ندواته وكلامه، رغم إنهم بيدفعوا فلوس كتير علشان يحضروها. فبياخدوا الأمن يخرجوا بره وهو بيكمل كلامه مع الناس. وبعد الندوة بيلاقي كومار وأودري نايمة، ودوران خارج بيوقفه وبيسلم عليه وبيعرفه ان ندوته كانت جميلة جدا وبيعرفه عليها. وبيرجع كومار لرئيسه وبيطلب منه يرجع يمسك القضية تاني. فبيروح كومار يستلم القضية وبيعرف انه عدى 4 شهور على القضية وحصل نفس طريقة القتل. فبيخرج كومار وبيروح يدرس القضية ومعاه كارنا وبيعلقوا صور كل حاجة تخص القضية. وبيروح على مكان الحادثة وبيشوف صورة دينا متعلقة على الحيطة ومعاه أمه في الصورة. فبيقرر كومار يروح لأم دينا ويطلب منها تحكي له على ابنها، وبتحكي له ان اسلوب دينا اتغير في اواخر ايامه، وبنتها عرفتها انه كان بيدخن كمان وبيقرأ مقالات انجليزية. فبيرجع كومار على الاسم وبيعمل علامة اكس على صورة دينا، وبيقرر يروح يحقق في قتل فيسما. وبيعرف ان الشخص اللي كان في الندوة ومرضيش يقوم كان كوافير ليها وما كانش بيفارقها ابدا، وهو كمان بدأ يقرأ في كتب انجليزي. فبيطلب كارنا من الشخص وبيتأكد ان هو اللي كان في الندوة. فبيروح كومار ومعاه رجالته على الفندق اللي الشخص ده عايش فيه، وبيطلع على الغرفة ومش بيلاقيه موجود فيها، وبيعرفوا الجرسون انه مش طبيعي. وبيجي جرسون تاني وبيعرفهم انه في الدور العلوي. فبيطلعوا كلهم وبيلاقوا في حفلة وبيروح له وبيعرفوا انه متهم في قضية قتل وعاوزين يستجوبوه. وهم بيتكلموا بيلاحظ كومار انه بيمسك الكوباية بمنديل نفس طريقة دينا. وبيخرجوا يتكلموا بره وبيسألوا كومار هو ليه قتل فيسما. فبيعرفوا الشخص انه مهما يحكي مش هيفهمه. وبعد كلام بينهم بيروح الشخص يقفل عليهم الباب بالمفتاح، وبيرجع يضرب كومار، بس كومار هو اللي بيضربه لحد ما بيقع على الارض. وبيروح يفتح الباب للعساكر وبيأمرهم يمسكوه. فبنلاقي الشخص رمى نفسه من فوق الفندق وبينتحر. ولما بيعرف الرئيس بتاعهم بيزعق طبعا لكومار وبيوقفهم كلهم عن الشغل، وبينزل الاخبار في الجرايد انهم السبب في انتحاره. فبيروح كومار يتدرب، وبنلاحظ انه متعصب، وبتدخل عليه أودري وبتتكلم معاه على عصبيته وطريقة تدريبه. وهم بيتكلموا بيجي تليفون لكومار وبيسيبها وبيمشي. وبنعرف ان في حادثة تانية حصلت مع واحد اسمه نارا، بيكون رئيس مركز الأعصاب، وبيبقى واحد من المراكز الكبيرة في البلد ومتخصص في الأعصاب بالدماغ. فبيلاحظ كومار ان نارا مقتول بنفس طريقة قتل فيسما، بس الفرق ان القاتل كان لابس جوانتي. فبيتوقع كومار الحادثة وبيحكيها للعساكر. وبيروح على بيت نارا وبيفتش فيه وبيلاقي مسدس وبيحرزه، وبيشوف مجلات لدوران عند نارا في مكتبه. فبياخد المجلة وبيسأل ابن نارا عليه، وبيعرفه ان ابوه كان بيتكلم عليه كتير في اخر فترة في حياته. بعدها بيقرر كومار يروح يقابل دوران. واول ما بيدخل المكتب بيلاحظ نفس السيجارة اللي دينا رميها في الكوباية يوم جريمة فيسما. وبيسأله هو يعرف ايه عن نارا، فبيرد عليه وبيعرفه انه ما يعرفوش. فبيستغرب كومار لما بيشوفه بيمسك الكوباية بمنديل وبيفتكر الكوافير وهو بيمسكها زيه. فبيخرج كومار من المكان وبيلاقي الكلب بينبح عليه، وبيجي الأمن وبيعرفه إن الكلب بينبح بقاله 4 أيام على دوران. فبيرجع كومار لدوران وبيطلب منه يسلم نفسه للشرطة بتهمة قتل نارا، لأنه هيبقى خطر على البشر أكتر من كده. فبيطردوا دوران من المكان. فبيمشي كومار وبيحكي لكارنا وبيبقى خايف لا يحصل حاجة تاني وما يقدروش يسيطروا عليها. وبيبدأ يراقب دوران في كل مكان. وبيروح الشخص اللي كان بيزعق في الندوة وبيطلع على دوران وبيرفع عليه سكينة وبيجي يضربه. فبيعض الشخص وبيسرق محفظته وبيجري. فبيجري ورا دوران وبيدخلوا مكان مقطوع. في نفس الوقت بيتصل كارنا على كومار وبيبلغوا اللي حصل. وبنرجع لدوران وهو بيجري ورا الشخص، وبنشوف ان الشخص بيشيل صندوق زبالة وترابه وبيرميه عليه. وبنكتشف ان الشرطة مع الشخص وبياخدوا منه المحفظة وبيطفوا النور على دوران. وبنلاحظ ان دوران اتعصب وبيحصل له حالة تشنجات وبيصرخ وهو واقف. فبيدخل كومار ومعاه الكلب بينبح على دوران. وبيفضل دوران يزعق للكلب علشان يسكت وبيتعصب من صوته. فبيقوم دوران يمسك ماسورة وبيفضل يضرب على الكلب لحد ما بيموته. وبيبقى رايح على كومار علشان يضربه. بتطلع عليه العساكر وبيمسكوه. وبيفضل دوران يضحك ضحكة غريبة. وبنلاحظ وهو محبوس بيمضي باسمه وبيشطبه وبيكتب اسمه هو.
فبيدخل كومار اجتماع مع الشرطة وبيبلغهم بالتوقيع الأول اللي مسحه دوران، وبيرجعوا للطب الشرعي في التوقيع وبيعرفوا إن هو كان ماضي باسم واحد اسمه برامود، وبيبقوا محتارين في التوقيع اللي دوران وقعه، وبيقترحوا إنهم يدوروا ورا دوران في كل مكان. فبيروحوا على مكتبه وبيفتشوه، وبيقعد كومار وبيفتكر كلام أم دينا وبيربط الأحداث ببعضها. وبيرجع كومار يتصل على ابن نارا وبيسأله لو أبوه يعرف برامود، فبيروح الولد يدي التليفون لأمه علشان يسألها، وبتعرفه إنه كان بيشتغل مع نارا، وكمان بتقوله إنه استقال من المكان بعد موت جوزها بس ما تعرفش السبب، بس ممكن يروح المركز وهيعرف كل حاجة عنه. وبيقرر كومار يروح المركز وبيجيبوله الكتاب الصادر عن المؤتمر الأخير، وبيفتحوا كومار وبيشوف صورة برامود مع نارا، وبيتضايق لما بيعرف ان برامود نقل من عنوانه ومش هيقدر يوصله. فبيسأل كومار الموظف وبيعرفه ان برامود مات من 6 شهور، فبيسأله كومار على حد من عيلته وبيعرفه الموظف ان ملوش حد غير مراته، ومن ساعة ما عرفت بخبر موته وهي في غيبوبة مش بتفوق منها، لكن بيعرفه ان ليه صديق اسمه فيلايود في الدور التاني يعرفه اكتر منه. فبيطلع كومار لفيلايود ده وبيعرفه ان نارا كان المدير بتاعهم كلهم، لكن برامود كان بيغير من نارا لانه كان شايف ان هو اللي يستحق مكانه، وبنعرف ان نارا استخدم معارفه علشان يبقى هو المدير. فبيحكي فيلايود ان برامود كان بيكره نارا لدرجة انه ما كانش بيحب يقدم له التقارير بتاعت الشغل، وبيبقى برامود أذكى وأشطر من نارا بكتير لأنه معالج وأخد ميداليات ذهبية في الهند والعلوم الطبية والعصبية، ودرس طب النانو كمان وكان ممتاز جدا في دراسته، وبيقدر يحقق أفضل اختراقات في سن 50 على الأعصاب. فبيطلب كومار انه ياخد معلومات عن ابحاثه، فبيرفض فيلايود وبيعرفه انه ما يقدرش يطلع معلومات من المركز، وبيحكي له كارنا ان المعلومات دي محتاجينها في القضية وواقفين عليها، وبيحكي له كومار على قتل دينا. فبيعرفه فيلايود ان هو كان المدرب بتاعهم وكان قريب جدا من برامود، فبيتوقع كومار ان برامود بيشارك في جميع جرائم القتل اللي بتحصل، وبيحكي له على دوران وبيعرفه انه بيمسك الكوبايه بمنديل وعلى لون السيجاره. فبيدور فيلايود على علبة السجاير وبيسأل انه نفس الشكل ولا لأ، وبتطلع نفس علبة السجاير اللي بيشربها برامود. فبيحكي كومار ليه على القضية اكتر وبيعرفه على طرق القتل اللي بتحصل بالتفصيل. فبيستغرب فيلايود وبيسأله ليه بيربط برامود بكل الجرائم اللي بتحصل، فبيحكي له على توقيع دوران عندهم انه مسحه وكتب اسمه هو. فبينصدم فيلاديو وبيرجع لورا. بعدها بيروح كومار وبيعمل اجتماع وبياخد فيلاديو معاه، وبيحكي لهم فيلاديو عن التفاصيل السرية لبحوث برامود، ولما كان الإعلام بيحاول يعرفها منه كان بيعمل فوضى وبيرفض يعرفهم. وكان مشروع برامود بعنوان اسمه مايفان كان بيسعى انه يخترع تكنولوجيا لنسخ البشر، مثلا زي تخزين معلومات في الذاكرة وبيوقف الدماغ عليها. وبيشرح لهم ان برامود كان بيستخدم مواد بيولوجية وكيميائية وبيربطها بالخلايا العصبية، واول تجربة له كان بيجربها على الفئران لانها اقرب دماغ للبشر، وقدر يحقق هلام السيليكون في الدماغ علشان يولد الصدمة في الدماغ، وكمان كان بيثبت دورها على جهاز النانو بتاعه، فبيقدر يدخل على الخلايا العصبية للدماغ بمجرد ما كان بيشغل عمليات النسخ. وقتها النانو بيجمع معلومات المادة في الدماغ وبتقدر تنقلها باستخدام كابلات ألياف بصرية، وبيروح ياخد موافقة نارا على الاختراع، وبيقدر يبني مختبر كبير في المركز للاختراع ده بس. وأكبر خطر من البحث ده هو بمسمار الصغير منه هيخلي الشخص يروح في غيبوبة أو يوقف له دماغه أو يموت. وبيحكي كمان إنه اشتغل على الاختراع ده كتير جدا لدرجة إنه خاطر بحياته وجرب يحقن نفسه. والاختراع ده عبارة عن حقنة في الدماغ مع إشعاعات إلكترونية، وكان بينسخ البيانات من الدماغ البدنية علشان يستخدمها في التقنيات اللاسلكية، وقدر ينجح في النسخ لحد ما وصله القرص رقمي صلب علشان يستخدم بيه ذاكرة احتياطية، لدرجة ان حتى لو الشخص مات محدش يقدر يمسح الذاكرة بتاعته، لان ذاكرة الشخص هتفضل موجودة على قيد الحياة رغم موته. وبنلاحظ ان كومار والعساكر مصدومين من الكلام، وبيسأل الرئيس لو في آثار جانبية للحقن اشعاعات السيليكون في دماغ البشر، فبيرد عليه وبيعرفوا ان في اشخاص بتعيش بعد الحقن لمدة 30 سنة والرصاصة في دماغها. والمستوى التاني من الاختراع ده هو انه يقدر يترجم دماغ انسان تاني. فبيبصوا لبعض بذهول وهم بيسمعوا فيلاديو، ولما راح يقترح الاختراع على نارا ما عجبهوش وبيزعقله،
وقتها قرر برامود يستقيل من المركز ويروح للوزير وبيقنعه بالاختراع، فبيرفض الوزير وبيتهم انه مريض نفسي وبيقرر انه يحظر الاختراع ومش هيوافق عليه، وبيقرروا انهم يروحوا يدوا دوران حقن مهدئة مع مصل الحقيقة علشان يقدروا يعرفوا منه معلومات عن القضية. وبيبقى شايف الرئيس ان هيبقى في خطورة كبيرة لو طلعت دي الحقيقة لانهم مش هيقدروا على حلها بسهولة. وبيدخل فيلاديو يديله المصل وبيتكلم معاه على اساس انه برامود، وبيتفاجئوا ان برامود هو اللي بيرد وبنعرف انه انتحر، وبيحسوا انه بدأ يقاوم المصل ومش عاوز يرد عليهم، فبيسألوا فيلاديو ازاي يقدر ينسخ البيانات من دماغ لدماغ شخص تاني وبيقدر يسيطر عليها. فبيرد عليه وبيعرفوا انه عمل النسخ الاحتياطي وكانت اول تجربة ليه هو دينا المدرب، وقتها كل المعلومات اللي في دماغ برامود راحت لدينا علشان يعرف تجربته ناجحة ولا فاشلة. بعدها قرر ينتحر، وقبل ما يموت بثواني بعت اشارة للدماغ دينا ونشط عملية النسخ عنده، فبيحس دينا بصدمة اول ما النسخ بيدخل في دماغه، بعدها بيرجع طبيعي جدا، بس بيمسح ذاكرة دينا تماما وبيشتغل بذاكرة برامود وجسمه كله بيبقى تحت سيطرته هو. وبيسأله هو ليه قتل مرات دينا، بيرد عليه وبيعرفه انها كانت مزعجة جدا وبتزعق كتير، فبيرجع يسأله تاني هو ليه قتل فيسما، وبيرد عليه وبيعرفه هو عارف هو قتلها ليه. وبيفتكر فيلاديو انهم كانوا في كازينو وكان برامود بيمسك الكوباية بمنديل وقعدوا يضحكوا ويهزروا سوا، وقتها بتدخل فيسما وبيعجب بيها، لكن وهي ماشية بتتكعبل وبتوقع عليه العصير وبيزعلها وبيشتمها قدام الناس، فبيرد عليه الكوافير بتاعها وبيعصبوا برامود، فبيضربوا الكوافير بالقلم قدامهم كلهم وقرر يقتلها بسبب اللي حصل. وبنرجع لهم تاني وهم بيسألوه ازاي بيقدر يدخل الاختراع دماغ حد تاني، فبيرد عليه وبيعرفوا ان اول ما دينا مات حدد هدفه التاني وهو الكوافير، وبعد موته قرر يبعت المعلومات في دماغ دوران، فبيستغربوا وبيبقوا عاوزين يعرفوا هو بيعمل كده ازاي، فبيعرفهم انه بيعمل كده عن طريق المختبر بتاعه، فبيسألوه على مكان المختبر، فبيتعصب وبيتشنج وبيحاولوا يعرفوا منه مين الهدف التاني، وبيقوم فيلاديو يحاول يسمع منه فبيعضوا من ودنه. بعدها بيروح كومار يعمل اجتماع مع رجالته وبيأكد لهم انهم لو ما يقدروش يكشفوا مكان المختبر هيضيع تعبهم على الارض، وبيأمرهم يدوروا على المختبر في كل مكان وبيفتشوا في كل حتة تخص برامود. وبيروح كومار لمرات برامود وبيلاقيها لسه في غيبوبة، فبيطلب من الممرضة اول ما تفوق تتصل بيه على طول، وبيرجع على الاسم وبيقرر يتصل على أودري، وبتقف أودري تحلل لهم شخصية دوران، وبتدخل تقعد معاه وبتسأله على برامود يعرفه ولا لأ، فبنكتشف انهم مشغلين له جهاز كشف الكذب، وبتشغلوا الكاميرا بمجموعة الصور، وبتخرج وبتعرفهم انه خدعهم في صور النبض بتاعته ووقف النبض علشان ما يقدروش يكتشفوه، فبيعرفهم كومار ان الجهاز كان شغال قبل ما هو يوقف نبضه، وبيشغلوا الكاميرات وبيعرفوا من نظرات عينه، وبياخدوا اللقطات وبيبعتوها الخبير وبيرد عليهم ان في رد فعل منه على صورة كومار. وكان في رد فعل تاني لما برامود بيسلم على ضابط الجيش اسمه ساتيا، وقتها بيعرفوا كومار انهم اصحاب وساتيا هيجي تاني يوم، فبيقترح كومار انه يروح يقابله ويفهمه اللي بيحصل قبل ما برامود يخترق دماغه. وبيروح كومار يسأل دوران امتى هيخترق دماغ ساتيا، فما بيردش عليه، وبيعرفوا كارنا ان جهاز كشف الكذب كشف لهم ان الدور على ساتيا، وبيفضلوا يعصبوه بالكلام وبيقوموا علشان يخرجوا، فبيقوم وراهم وبيضرب كومار بالرجل يرميه بره الزنزانة، وبيقفل الباب وبيخنق كارنا وبيحاولوا يفتحوا الباب ومش بيعرفوا، فبيطلع كارنا مسدسه وبيضربوا بيه وبيقتلوه، وبيدخل وبيطمن عليه وبياخدوه على المستشفى وبيحطوه على الأجهزة، وبيبلغهم الدكتور ان الرصاصة اخترقت العصب الهوائية، وبنلاحظ ان كارنا خايف ومتوتر لا يموت دوران. في نفس الوقت بيروح كومار يقابل ساتيا في المطار، وبنرجع لكارنا في المستشفى وبيدخل على دوران وبيلاقيه بيشيل جهاز التنفس من عليه، فبيصرخ وبينادي على الدكاترة وبيعملوا له صدمات بس مش بيلحق وبيموت. بعدها بنروح لساتيا الطيارة وبنشوف ان برامود بيخترق دماغه بدل دوران، فبيجي اتصال لكومار وبيبلغوه بموت دوران، وده بيفهم ان الاختراق راح على دماغ ساتيا، وبينزل ساتيا من الطيارة وبيروح عليه كومار يستقبله، فبيزقه ساتيا وبيمشي وبيرجع يبصله وبيضحك، وبيروح كومار لرئيسه وبيطلب منه يعمل اجتماع مع ساتيا ويفهمه اللي بيحصل، فبيرفض الرئيس وبيركب عربيته وبيمشي. واثناء ما بيبقى كومار ماشي في الطريق بيتصل عليه ساتيا وبيديله ميعاد يروح يقابله في الجيش، فبيروح كومار وبيتعرفوا على بعض وبيقعد على الكرسي، وبيشاور ساتيا لرجالته وبيربطوه في الكرسي،
فبيحاول كومار يفك نفسه ومش بيعرف، وبنلاقي ساتيا بيضربه بالأقلام على وشه وبيعرفه انه رائد في الجيش وهيفضل يعلى لحد ما هيبقى رئيس. بعدها بيروح كومار يقعد مع فيلاديو وبنعرف انهم لازم يلاقوا المختبر في اسرع وقت ممكن. فبيأمر كومار رجالته انهم يتقسموا فريقين وفريق منهم يراقب ساتيا. فبيلاحظ ساتيا انهم ماشيين وراه وبيضحك وبيفضلوا يراقبوه ويمشوا وراه في كل مكان. وبيجي اتصال لكومار وبيبلغوا ان مرات براموت فات، وبيروح كومار ومعاه أودري علشان يتكلموا معاها. فبيعرفوا الدكتور انها رجعت تاني في غيبوبة، وهو ماشي بتمسك ايده وبيسألها كومار هتديله معلومات عن جوزها، وبتشاور بدماغها وبتطلب ورقة وقلم. فبيجيبوا لها وبترسم على الورقة دواير. فبيخرجوا وبيبقوا محتارين في الدواير اللي هي رسمها دي، وهم ماشيين بيفكر كومار ان الدواير دي عبارة عن حفرة. فبيروحوا على بيت برامود وبيشوفوا غرفة تحت الأرض، وبيجيبوا صاروخ وبيحفروا في الأرض وبيكتشفوا المختبر تحت البيت بتاع برامود، وبيلاقوا ناس موجودة في المختبر. في نفس الوقت بنلاقي كومار بيكلم ساتيا فيديو وبيستفزه وبيبقى عاوز يشوف هو هيعيش 100 سنة. فبيضحك ساتيا على كلامه، وبنرجع لكومار مع فيلاديو في المختبر وبيحاولوا يوصلوا لأي حاجة. وقتها تتصل مرات كارنا عليه وبتعيط، فبيخرج يكلمها فيديو وبتطلب منه يبعد عن القضية عشان ولادهم، وهي بتتكلم بتضرب طلقة في دماغها. فبينصدم كارنا وبيقعد على الأرض، وبيجي الكاميرا على البنات وبيصرخ وبيبكي، وبيجيله رسالة على التليفون وبيدخل المختبر يدوس على الباسورد وبيطلع النسخ وبيمشي يروح على بيته. وهو قدام البيت بيركب كاميرا في هدومه وبيدخل يسلم النسخ لساتيا، فبيقتله ساتيا وبيقتل بناته. في نفس الوقت بتيجي أخبار كومار إن كارنا أخد النسخ ومشي. فبيروح كومار على بيته وبيلاقيه مقتول هو ومراته وبناته، وبيشوف الكاميرا في هدومه. بعدها بيقرر كومار يروح لساتيا وبيقبض عليه وبيفرجوا على الفيديو. فبياخد ورقة وبيرسم عليها دواير وبيديها الرئيس كومار، وهو بيشوفها بيرفع ساتيا عليه المسدس وبيهدده بالقتل، وبياخده معه وبيركبوا العربية. في نفس الوقت بيروح كومار ورجالة الشرطة كلهم وراه، وهم ماشيين بنلاقي ساتيا بيضرب العساكر بالمسدس وبيقتلهم. واثناء ما بيبقوا في الطريق بيدخلوا على بنزينة، وبيروح كومار وراه بيلاقي رئيسه مقتول وساتيا مش موجود في العربية، وبيلاحظ انه حاطط خرطوم البنزين فيها. فبيجري والبنزيمة بتنفجر وبيطير لبعيد. وعند فيلاديو في البيت بيكون قاعد مع مراته واولاده. بيدخل ساتيا فبيخافوا وبيطلب منهم يقعدوا. وقتها بيوصل كومار والشرطة وبيلاقوا ابواب البيت كله مقفولة بالقفل. فبيضرب القفل بالمسدس وبيدخل يلاقيه مكتف الواد وامه. فبتخرج البنت وبتعرفه انه لو عمل حاجه هتقتله عشان ساتيا قال لها كده. وبنلاقي ساتيا واخد ابوهم في المختبر وبيخليه يركب النسخ وبيضربه على دماغه يوقعه على الارض. وبيشد وقتها بيقرر كومار يروح على المختبر وبيسلط ساتيا عليه شعاع نار وبيضربوا عليه، وبيرفع المسدس وبيفضلوا يضربوا على بعض. فبيحدفوا كومار بالمسدس وبيروحوا يكملوا ضرب ببعض، وبيشيلوا ساتيا يحدفوا في الازاز، وبيقوم كومار وبيضربه وبيلوي ايده لحد ما بيكسرها. فبنلاقي الجهاز بيحمل وساتيا بيضحك، وبينصدم كومار لما بيلاقي أودري هي اللي عليها الدور ودخل لها النسخ. فبيفضل ساتيا يطلب منه يضربه بالنار ويخلص منه وهو بيضحك. فبيرفع كومار المسدس وبيضرب عليهم. وبعد 20 سنة بنعرف ان كومار اتجوز أودري وخلف منها، وحابس ساتيا عنده وهو الشخص اللي كان بيديله الحقن في أول الفيلم. وبس كده يا صديقي، دي كانت حكاية فيلمنا الممتع النهاردة. ما تنساش اللايك والشير، والسلام.